ودي كوره اي حاجه، ومره تانيه حسين، لكن ترجع لطاهر، ودي عرضيه راسيه، جول جول جول. حسام عبد المجيد، كوره صعبه جدا جدا تعمل خطوره. بن شرقي هيعمل ايه؟ تمريره للشحات، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الحلويات. وشوبير داخل حسام وبيصد الشوبير. بعتني مكانه صح. أسوأ حاجة يا جماعة اللي بكلمكم فيها النهاردة هي اللاعب حسام عبد المجيد، وهو اللي عمله فينا إن هو واحد باع الماتش بتاع الزمالك، ودي كانت أسوأ حاجة أنا شفتها في حياتي. وأنا كنت بصراحة متابعه من بداية الدوري، من أول خالص بقى، اللي هو ماتش مثلا دجلة، ماتش اللي هو راح ساب مكانه ونزل وقرب وانتهى 1-0، وماتش الجونة اللي راح خد خطوتين ورا، وماتش البنك الأهلي، وماتش غزل المحلة. كل الماتشات دي فوتها، وماتش انبي اللي راح شاط ضربة الجزاء، وماتش الأهلي الدور الأول، وبعدين ماتش الأهلي الدور الثاني. يعني هو اللي ده بمفوتاتي بالتخصص. وليه بقى؟ لأن الباشا ماضي للأهلي اوريدي، واخد العربون بتاعه، وكل ما يجي مثلا يفتح أي تقدم أو في المفاوضات بتاعته وبتاعة الزمالك بيقول لنا لأ ومفيش، وفي عروض ومفيش عروض ومش عارف ايه وايه، واخوه اسلام يطلع وهكذا. فدايما الموضوع ده اكد لي ان هو باع الماتش 100%، وباذن الله انا خلاص ما عنديش اي امل في الدوري، وحاسس انه هيبيع اخر ماتشين تانيين. مش بالحاسس، انا متاكد انه هيبيع اخر ماتشين تانيين، سواء سموحه او سواء سيراميكا بتوع البلاط. وقبل طبعا لما اقول الكلام ده، مثلا سواء حسام عبد المجيد او مجلس الاداره الخاين المتعمد يفشل الزمالك، فانا عايز اقول حاجه مهمه. خلاص يا جماعه، احنا حاربنا وعملنا كل اللي علينا، وهي مش عايزه تيجي. هي مش عايزه تيجي من اي جهه. هي اصلا يعني النادي اصلا بالمغارمات اللي عليه ده يقفل وميبقاش ليه اي نوع من المستقبل. قول لي بس لو كده من العقل، شغل عقلك، مين اللي هيدفع لك 15 مليون دولار عشان يفك لك قيدك؟ ومين اللي هيدفع لك 6 عشان ياخد لك الرخصة الأفريقية؟ يا جماعة هي قافلة ضبة ومفتاح، وما فيهاش أي حاجة. فيا ريت آخر بس ماتشين احنا عايزين نحاول ناخد الدوري. يا ريت لو لما تتأكدوا من كلامي على طول تزوموا على حسام عبد المجيد ويطلع بره الملعب، ويا ريت يطلع بره النادي خالص، لأن هذا الشخص خاين. هذا الشخص باع كل حاجة. هذا الشخص باع كل حاجة وقبض الثمن. فيا ريت يا جماعة، يا ريت محدش يثق في أي لاعب تاني. اللعيبة ما لهمش أي انتماء تاني غير فلوسهم وبس. الانتماء الحقيقي بس للجمهور ولشغف الجمهور، ومش لأي شيء تاني. أنا رجعت لكم بعد مدة طويلة جدا، ودي بصراحة كانت أوسخ مرة لما رحت اتكلمت في البودكاست ده. هنا بقى أنا عايز أقرر وأشوف إيه هي المشكلة الحقيقية فعلا. لو مثلا هنروح مثلا للمشكلة بتاعت حسام عبد المجيد دي، مشكلتها فلوس اللي هي ما اتدفعتش، اللي ما بتدفعش للعيبة، اللي عاملة عدم استقرار للنادي. فالحل هو الخصخصة هي الحل هو الخصخصة، والخصخصة هي الحل. أكررها 50 مرة و50 يوم و50 شهر و50 تلات ارباع. الحل هو الخصخصة. أنا عملت بدل الحلقة 2، ممكن تروحوا تشوفوهم، وموجود اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. خلاص، هي الحقيقة وصلت لغاية إن إحنا مش عارفين إيه هو الحل. الحل في وجهة نظري إن إحنا نراهن على حظوظنا في آخر ماتشين ونشجع، ولو حسيت او تأكدت من كلامي فورا نضغط على حسام عبد المجيد بأي شكل من الاشكال، او لان احنا لازم عايزين نكسب. ما ينفعش نسيب اي حد يبيع الماتشات كده بالسهل. لازم لو احسن حل يعني يقعد على الدكة خالص ونلعب بأي واحد، وان شاء الله نخسر بس نكون خسرنا بكرامتنا. مش واحد يبيع لنا اي حاجة في الماتشات، او واحد يساومنا على حاجة، او يساومنا على التجديد. والفيديو ده الصراحة خلاص أنا عايز أخليه قصير ويوصل لغاية كده، يعني أنا مش هعرف أتكلم ولا أقول حاجة تانية. سلام. عايزكم ما تنسوش بس حاجة، مهما حصل أفضل فخور، لأن احنا ورينا شكلهم وعريناهم.
رغم اللي صرفوه ورغم اللي عملوه ورغم اللي عندنا كل إيقافات القيد دي نفسنا. غيرنا كان هبط، غيرنا كان فشل، لكن احنا قررنا ان احنا ننافس في ظروف انتحارية، في ظروف كله بيخونك فيها، مجلس إدارة وللاعب اللي بنتكلم عليه.